اهلا بيكم يا حلوين، يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل كيكه بارده سهله وسريعه من غير كريمه ولا بيض ولا فرن، طبقات لذيذه جدا، واحلى حاجه فيها انها سهله ومش هتاخد معاكم وقت خالص. ومن كتر ما هي خفيفه ولذيذه جدا هتاخدوا منها معلقه ورا التانية، مش هتحسوا غير لما تخلصوها. يلا بينا نتابع الفيديو ونشوف الطريقه والمقادير. بس لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناه وكمان تفعلوا الجرس علشان توصلكوا اشعارات بكل الوصفات الجديده، وكمان اعملوا لايك كتير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. يلا على طول نبتدي. هحتاج أول حاجة ل 300 جرام من بسكوت الشاي، أي نوع بسكوت شاي متوفر عندكم تقدروا تستخدموه، مفيش أي مشكلة. الوزن بتاعه كمان بيبقى مكتوب على كل كيس. هنحتاج كمان لربع كوباية من الزبدة المذابة بحرارة المطبخ، ومن 3 ل 4 معالق كبار من الحليب، يعني على حسب البسكوت ما ياخد معاكم، بتبقى على حسب نوع كل بسكوت. والحليب بيكون ساقع من التلاجة. هاخد بقى البسكوت وهطحنه في الكبة لغاية ما يبقى ناعم خالص، يعني يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مطحون ناعم خالص. دلوقتي بقى هبتدي انزل عليه بالزبدة المذابة، وطبعا الزبدة بحرارة المطبخ. هقلب بقى الزبدة كويس مع البسكوت لغاية ما البسكوت يتشرب كل الزبدة. وكمية الزبدة اللي احنا مستخدمينها النهاردة بالنسبة لكمية البسكوت مش كتيرة، لكن هي هتديله طعم حلو قوي، وكمان هتساعد على تماسك البسكوت لما نحطه في التلاجة. وعشان اربط كمية البسكوت دي كلها مع بعض هستخدم الحليب الساقع. انا استخدمت تقريبا من 3 ل 4 معالق كبار، يعني بضيف بالتدريج وبقلب لغاية ما البسكوت يتماسك، وهتشوفوا القوام بتاعه دلوقتي. طبعا ممكن نقلب المكونات بايدينا يكون افضل علشان ندخل كل المكونات في بعض، وده بيكون قوام البسكوت اللي احنا عايزين نوصل له. شايفين بيبقى متماسك كده، وممكن يتشكل معانا على اي شكل. ده بالظبط القوام اللي احنا عايزين نوصل له. وكمان ما تزودوش كمية الحليب اكتر من كده علشان ما يبقاش معاكم زي العجينة، او يكون طري زيادة عن اللزوم، علشان كده بنضيف الحليب بالتدريج. هناخد البسكوت بتاعنا ونحطه في صينية التشيز كيك. دي صينية مقاس 24، تقدروا كمان تستخدموا صينية مقاس 22 لو حابين. بوزع البسكوت الاول بالسباتولا في الصينية كلها طبقة متساوية، وبعد كده ببتدي اضغطه بالشكل ده، اما بكوباية او بالسباتولا. باخد بقى الصينية بحطها في التلاجة شوية على بال ما نحضر الطبقة اللي بعد كده. في حلة على البارد ضفت نص كوباية من السكر، وكمان ربع كوباية من النشا. هضيف كمان 2 علبة من الكريم كراميل، هاخد الباودر فقط، وهقلب المكونات الاول مع بعضها كده على البارد علشان ما يبقاش في اي تكتلات من النشا. هضيف بعد كده عليهم لتر من الحليب بحرارة المطبخ، يعني ممكن بحرارة المطبخ او ساقع، بس يفضل يكون بحرارة المطبخ علشان ما ياخدش وقت معاكوا على النار. هقلب بقى المكونات الاول برضو مع بعض كويس قوي على البارد عشان ما يبقاش في اي تكتلات، وهرفع الحلة بتاعتي على النار، والنار هتكون يعني اقل من المتوسطة بشوية. هنستمر بقى في التقليب لغاية ما الخليط يتقل معاكوا ويبتدي يعمل فقاعات بالشكل ده. هطفي النار وهزود علبة من القشطة 170 جرام، ولو مش متوفر القشطة الجاهزة تقدروا تستخدموا القشطة وش الحليب، ربع كوباية منها. قلبت بقى المكونات مع بعض كويس قوي، والقشطة بتخلي القوام بتاع الكريمة أنعم وكمان الطعم أغنى. هناخد بقى الخليط ده على طول وهو سخن وهنصبه فوق طبقة البسكوت اللي كنا حاطينه في التلاجة. هنسيب بقى الصينية لغاية ما تبرد خالص وتبقى بحرارة المطبخ. بعد كده هنحط الصينية في التلاجة ونسيبها ساعتين أو 3 لغاية ما يبرد ويسقع كويس قوي. وعلى بال ما الحلو بتاعنا بقى يسقع في التلاجة هنحضر صوص الشوكولاتة بطريقة سهلة جدا. هنحتاج لتلت كوباية من الحليب الساخن المغلي 80 جرام، وهضيف عليهم معلقتين كبار من الكريم شانتيه الباودر. هضيف كمان معلقة كبيرة من الزيت بتدي لمعة حلوة قوي للصوص، وهقلبهم مع بعض. وبعد كده هضيفهم على 200 جرام من الشوكولاتة اللي بالحليب. تقدروا تستخدموا الشوكولاتة الدارك لو حابين، وطبعا الشوكولاتة تكون بحرارة المطبخ علشان تدوب معاكم بسرعة. هننزل بقى كل الشوكولاتة في الحليب بالشكل ده علشان تاخد الحرارة بتاعة الحليب. وبعد تقريبا حوالي 5 دقايق بنبتدي نقلب الصوص كله مع بعضه لغاية ما يبقى ناعم تماما ومفيهوش اي تكتلات. طبعا لو لسه فيه تكتلات ممكن ترفعوا البولة دي على حمام مائي او تحطوه كام ثانية كده في الميكرويف، بس هو مش محتاج بصراحة لان الجو حر والشوكولاتة بحرارة المطبخ سايحة خالص. ودي طريقة سهلة جدا تعملوا بيها صوص الشوكولاتة من غير كريمة سائلة. هناخد بقى صوص الشوكولاتة ده على طول كده وهو سخن، وهنحطه فوق طبقة الكريمة اللي لسه مطلعينها من التلاجة. بس اقول لكم كده على تركاية بسيطة علشان ما توقعوش في الغلطة دي زيي. طلعوا الكريمة او الصينية من قبلها كده بحوالي ربع ساعة، وبعد كده حطوا عليها صوص الشوكولاتة علشان ما يمسكش جامد معاكم وتعرفوا توزعوه بسهولة. وزعت كمان الصوص بسباتولا علشان اساوي السطح،
ولو وقعتوا في المشكلة دي والصوص مسك جامد معاكم ومش عارفين توزعوه كويس، هتسخنوا الاسباتيولا حاجة بسيطة خالص على النار او تحطوها في مية سخنة وتبتدوا تفردوا بيها الصوص، هيتفرد معاكم بسهولة. زينتها بخطوط من الشوكولاتة او صوص الشوكولاتة الدارك علشان يبقى باين، لاني كنت مستخدمة في الصوص الشوكولاتة اللي بالحليب. زينت كمان الحروف كده بشوية من البسكوت المطحون، وممكن تزينوا الحروف كمان بشوكولات شيبس. وبعد ما بضيف صوص الشوكولاتة وقبل التزيين بحطها شوية صغيرين في التلاجة علشان الصوص يتماسك، وبعد كده بقى قطعوها وقدموها على طول. بجد طعمها حلو جدا، خفيفة ولذيذة وكمان سهلة جدا، والطبقات مع بعض عاملين تناغم كده وتوازن في الطعم مش طبيعي. ومن كتر ما هي خفيفة ولذيذة فعلا هتاخدوا منها معلقة ورا التانية مش هتحسوا خالص غير لما تخلصوها. طعمها حلو جدا بجد. بتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك كتير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين، ولو انتوا لسه جداد على القناة اشتركوا دلوقتي على طول، وكمان فعلوا الجرس علشان توصل لكم اشعارات بكل الوصفات الجديدة اللي بنزلها. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. بحبكم جدا. باي باي.